ولا اي حاجه. كفايه علينا اللي احنا حسبي الله ونعم حسن انت ظلمتي اسامه. ايمان خلاص الحكم صدر يا ايمان. اعدام يا ايمان. ندمانه ايمان، ندمانه ولا ايه؟ دافع عن نفسك يا ايمان. ندمانه تقول ايه؟ حصل طيب ايه اللي حصل؟ ندمان يا احمد، ندمان يا شحته يا احمد، عايز تقول حاجه؟ في 7 شهور شاهدوا على ان اتجاه هي المتهم كان انتظار روح المجنى. انا اتخضيت اول ما شفت الموضوع. قدام الناس قالوا شوف، قالوا شوف، والله العظيم ما حصل، والله العظيم ما حصل، والله ما رضوا يسمعوا كلامي ولا اخواني، والله العظيم ما حصل. قالوا لي انتوا شغال انتوا، ده دكتور ودي محاميه عارفه الخنوج ودكاتره مع بعض. انت ما والله العظيم. يلا يا جماعه بعد اذنكم يلا. حدثت في زمان مبارك بما هو ثابت بالتحقيقات والتحريات بدلالة التغيرات العلمية التي وجدت على الجسم. ذكروا بأن وفاة المجني عليه قد حدثت في مكان مبارك، حدثت في زمان مبارك وحدثت في مكان مبارك بما هو ثابت التحقيقات والتحريات بدلالة عدم ظهور الرسوب الدموي الرملي من الجسم. يقع استحالة أن تكون الوفاة قد حدثت للمجني عليه وهو ملقى على ظهره. الدفع بأن الجسم تم نقله، دفع بأن الجسم تم نقله إلى عيادة المتهم ودفنه داخل المخزن المعد تحت الأرض بعد الوفاة ب8 ساعات بدلالة الرسوب الدموي الرملي كما سيكون في الشرح. بعد الوفاة ب8 ساعات بدلالة التغيرات الرملية. الدفع بالتناقض بين الدليل القولي من اعتراف المتهمين وتحريات والدليل الفني بدلالة التغيرات الرملية. انعدام الدليل المصور في كاميرات المراقبة، انعدام الدليل المصور. أنا عارف ده الشعبية اللي فضلت خلاص مش موضوع دفع بأن الأشخاص الظاهرين دفعوا بأن الأشخاص مش احنا يعني هنستقل يعني لا ما مش بس والله هي اللي موجودة حاضر. الدفع بأن الأشخاص الظاهرين والكاميرات المراقبة ليس هم من أو ليس من بينهم المتهم الأول. الدفع بأن الأشخاص الظاهرين في كاميرات المراقبة ليس من بينهم المتهم الأول. الدفع بعدم علم المتهم بدفن جثة المجني عليه بعيادته. عدم علم المتهم بدفن جثة المجني عليه بعيادته. دفع بعدم سيطرة المتهم
على الحجرة والعيادة بأكملها وتعدد الزائرين والمستشفين له. الدفع بأن لواقعها صورة أخرى فسرت التحقيقات عن استهلاكها. الدفع بعدم جدية التحريات. لا تحريات. الدفع بعدم جدية التحريات. الدفع بعدم توافر أركان جريمة الخطف للتحال. الدفع بحلول الأوراق بدليل على طلب فدية بعد خطف المجني عليه بما ينتفي معه الظرف المشدد في كلمة الخطف. هو مش موجود. لا هو منزله يا فندم فقط في بصرة شيء بس هو مش جاي. خلاص لازم نعرف يلا مش جاي. لا هو ايه؟ الدفع بعدم توافر أركان جريمة السرقة بالإكراه في حق المتهم. دفع بعدم توافر أركان جريمة السرقة بالإكراه في حق المتهم. دفع بأن المتهم لم يستولي على متعلقات المجني عليه بنية التملك بل قام بإتلافه. دفع بأن الإكراه على فرض الوقوع لم يترك أثر. دفع بأن الإكراه على فرض الوقوع لم يترك أثر جروح على المجني عليه بما ينتفي معه الظرف المشدد المادة 114. المادة 114 قالت إن يترك أثر كما الظرف المشدد يترك أثر جرح. لو كان الإكراه ترك أثر جرح مشدد العقوبة مادة من غير أثر إكراه ولو معنوي يعني من غير أثر ترك أثر جرحا 20 سنة. ده اللي في المادة. فهو ما فيش أثر يبقى الشق المشدد مش دفعوا بعدم توافر أركان جريمة القبض المصحوب بالتعذيبات البدنية. عدم توافر أركان جريمة القبض المصحوب بالتعذيبات البدنية عدم وجود آثار للتعذيب. وأخيرا إطلاع قرار الإحالة بتناقضه ومخالفته السابق في التحقيقات. آسف الطلب يرجع للإسلام مجتمعنا ساعة قبل ما ابدا الرفع انا لازم ادعو الهيئه الموقره ان تقف طويلا طويلا امام قائمه ادله السوق. يعني انا الوم على النيابه لوم جديد. انا افضل النيابه كلها بس المفروض رهيب لازم قضيه صحيحه. لكن انا لما اتقدم بتاع نتيجه الثبوت ب 13 شاهد انا موافق، بس يتقال ان الدليل على نيه اظهار الروح ان في 7 شهود شهدوا على ان اتجاه نيه المتهم كان اظهار روح المجني. انا اتخضيت
شفت الموضوع من كام بقى؟ من الشاهد الرابع حتى ال 11 ما عدا السابع. ها قلت اشوف الحكايه لقيت الشاهد الرابع قال اللي هو دكتور رائد عبد الحميد اثبتوا الكلام بتاعه تمام. فقال ان هو كلف الحصوليه المجني عليه بالانتقال اليه كذا حيث استدراجته المتهمه وانتظره المتهمان الاول والثاني بقصد سرقته وقتله لاخفاء جريمته. اجي جري على اقوال دكتور رائد الاقي بيقول في صفحه 225 بيقول له كيف وقفت على هذا القصد؟ قال له من الفيسبوك من صفحه النيابه العامه. قال لي ازاي؟ ازاي؟ عشان تزداد على الاقل عشان عرفوا من صفحه النيابه العامه ان يكونوا عايزين فلوس. كان المجني عليه قال لك ايه؟ ووقف لاحقا على استدراج المتهمين له تحايلا بقصد سرقته وقتله واخفاء جثمانه لابنها العياده الخاصه بالمتهم الاول. تخيلوا بيش هم كانوا عايزين قتلوه ويجوا اصاب روح. نجري على الراجل ده لاقي اصاب 101 و102. عرفت منين يا عم منين؟ وقفت على القصد ده ازاي؟ من خلال المباحث لما رحت وقالوا لي احنا عرفنا بعض. والغريبه بقى ان كل اللي جاي نفسه يقول لك وقف على ان هو كان قصده القتل وكان قصده انصاف روحه وخطفه وتعذيبه وروح عرفت منين؟ وكيف وقف؟ يقول لك من الفيسبوك او المباحث. 7 شهود بيقولوا لنا الكلام ده والنيابه حطهم لي في قائمه ادله الثبوت. غريب. حتى الشاهد الراجل المحترم بتاع التحريات اللي هو يعني مهندس المساله دي كلها ربنا أجرى حته كده على لسانه فألف محضر تحرير قال صفحة 16 و 17 قال إن إعلان الحفرة خصيصا بمعرفة المتهمين للتخلص من المجني عليه بإظهار روحه ودفنه بداخلها عقب التحصل على أي مبالغ منه أو من أهليته. واستمر المتهم اللي هو النهارده هو الراجل بيقول لنا ان هم حققوه ويموتوه بس لما ياخدوا حاجه قال ايه؟ واستمر المتهم الاول في حقن المجني عليه واعطائه العقاقير والاقراص المخدره الى ان ساءت حاله المجني عليه الصحيه ودوافعه. ده بتاع المباحث يقول إذا كان الراجل عايز يصلي النار ده جايبه المجني عليه وخطف وحاطه في الحفر وناوي يقتله بس بعد ما ياخد الفلوس بس مات منه لما ساء حالته الصحيه. هو ده اسم قتل مين؟ ولا مات منه؟ لما قال الكلمتين دول راح سأل في النيابه بصراحه بقى يعني الساده طلع النيابه مقفلين وعلى الموضوع قوي ومش سايبين لنا خلق. كل شويه لما نلاقي دليل يروح قافلينهم لنا. صراحه يقولوا ايه؟ لا ده مساله سنين تقريبا من حته ان هو سائل منه حالته الصحيه وهوبا الكلمه دي اتعدلت ووالى عليه اعطاء المواد المخدره بقصد قتله. لا هو كان ناوي الاول يقتلوا بعد ما يسرقوا بس ساعة حالته الصحية ولا إعطاء المخدر بقصد قتله؟ فيها تناقض شوية غريب. لما نيجي بقى كده يعني إيه الشهر الرابع الشهر ال 13 مفيش شيء. حتى هنيجي الراجل المحترم بتاع الطب الشرعي اللي لسه دي قاعد كتير بقى أنت مش محتاج
قدم تقريره ما قالش ان هو كان في قتل. قال ان هي مواضيع بتؤدي للمضاعفات. لما جم بقى سعيد شميل ازاي بقى تتكلم وتجيب لي تقرير مايع كده ما تقوليش فيه اللي موته. بس هنا بقى سنجيب حلو كده. الراجل يروح يجي بقى والله يا ريس ان هو الانجماع ما سبق. السؤال بقى سنجيب الانجماع ما سبق رأيي الفني الذي توصلت اليه هو ان وفاه المجني عليه جائزه الخصوص بكافه سنتهم تعرض له من ظروف تعذيب ايه والكلام ده كله. في الاخر خالص قال كده يا سلام بعد تقرير فني رهيب. راجل سوء علامه والله. يقول لك ومما لا شك فيه ان الحاجات دي ادت لحدوث توقف التنفس وخصوص في القلب ومن ثم الوفاه. واضيف ان ما لحق بالمبني عليه من ظروف ذكرتها سلفا هي ظروف تؤدي حتما الى القتل. حتما الى القتل. من يتعرض الراجل هذا باكع فلما يجي قال راي علمي بقى يعني ايه يدي راي في المساله كده كاننا بنسال جارنا يقول لك يا اخواتي حتما وبما لا شك فيه. شك فيه والدليل علمي اللي اسمها لا شك فيه ولا فيها ليه بقى؟ معلش برضه لسه اطمن حاجه. المواد الاتهام. مواد الاتهام تلاقي كيف قد تعلمنا من فرض احكامكم نهلنا من فرض احكامكم متعلمين. الاحكام تبنى على تكييف صحيح للوضع واسناد صحيح للشخص المختلف. اذا شاب التكييف عنه او شاب الاسناد عنه امتنع العقاب الى ان تصححه المعنى. وان النيابه العامه الموفره هي اللي بترفع علينا الدعوه. تدخل هنا انا عايز اطالب بقضيه كذا وكذا بس يجب ان تكون من عيون الله. الكلام اللي جاي معلش انا هرجع خطوه لان الحته دي مزعلاني قوي النيابه العامه. وهبعت لكم الجواب زعلاني. لما يسأل المتهم الأول أقر بقتل المجني عليه عمدا. المتهم الثاني اعترف بقتل المجني عليه عمدا. ثالثة كذلك. يجيب التحيات وسؤالهم الناس ما جابوش سيرة ذلك. قالوا الحكاية اللي جاية في التحيات خلقوا وسرقوا وعملوا والدور بتاع وهم ما ادري. جبت منين؟ يتقدم لي طيب تدريب السجود بان هم اعترفوا بالقتل. دي ملهاش اي اصلا دليل في الاوراق ولا روايتهم. قالت ازاي يتحط في فن تدريب السجود بالطريقه دي؟ ما كانش راجل يعني محتاجه تخطيط التحليل بقى للواقع. هنلاقي طبيعي لما الناس دي كانت عايزه تسبق يعني خلي بالك بعد اذا هي موقره انا بترافع على 400 صف اللي موجود فيه اللي مش دي حقيقه. بس انا بقول ان خلينا احنا بنعترف جدلا ونسلم جدلا ان الكلام ده مطلوب. لان الناس وفقا للتحقيقات دي جابوا واحد خطروه عشان يسرقوه ما قالوش معاه حاجه فنقلوه في مكان ثاني عشان ما يعملش خساره والعياده الثانيه ما حدش هيحس بيها. تمام ويا ابني فين الفلوس مش عارف مين من كتر الحاجات مات. دي ليها تكييف وليها ماده قانونيه تعالجها. هي الماده لها هو 236 بتقول ان ما كل من جرح او ضرب احد عمدا او اعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه افضى الى الموت يعاقب بالسجن المشكل او السجن من 3 سنوات الى سنه. وبرضه ما سابوش المساله دي وقال لك واما اذا سبق ذلك اصرار او ترصد فتكون عقوبه السجن المشدد والسجن. انا يعني من رايي متواضع يعني على قد فهمي ان دي الماده اللي كان المفروض يتقدم بيها المتهمين مش القتل عمد على اساس حتى تبقى مسنوده ما نعرفش نسلك فيها. لكن الثانيه دي كلها مخالف. تمام كده برضه مهاجمين
الشرط الثاني الفقره الثانيه منطبقه مش موجوده. هو اذا كان الخطف مصاب مطالب فديه يقول عقوبه السجن المشدد ومده اقناع مش موجوده، ما حدش طلب فديه. فبرضه النيابه تناديه وده برضه محتاج بعد. الماده الثالثه اللي بعدها 314 هي سنه الاقرار، هي منقسمه لجزئين اللي هو يعاقب السجن المشدد من ارتكب صفه الاقرار. اذا ترك الاقرار اثر جرح او جروح تكون العقوبه السجن المؤبد او المؤبد. تمام؟ احنا ما عندناش وفقا للصفه التشريعيه مفيش اي اثر في جرح او اصابه سواء ظاهريه او داخليه بالقدس المجني عليه رحمه الله عليه. فدي المفروض ينطبق عليها الفقره الاولى اللي هو يعاقب السجن المشدد من ارتكب صفه الاقرار. ماده 104 المادة 280 عقوبات اللي هي القبض بدون وجه حق. قبض بدون وجه حق أساسا ملحق حبس وغرامة مليون جنيه. هنقول ماشي 282 اللي هي القبض مع التعذيب. تمام؟ فدي السجن المشدد. هو قررت المحكمة بإجماع الآراء إرسال أوراق قضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر هتبادل اسماعيلنا دلوقتي. منك لله عمل فيك ايه؟ مش عمره ما غلط في حياته غلطه. عمل فيك ايه؟ عمره ما غلط غلطه. اي حاجه ولا اي حاجه. كفايه علينا اللي احنا حسبي الله ونعم حسن الوكيل. انت ظلمتي اسامه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. ليه؟ دافع عن نفسك يا ايمان، ندمانه تقول ايه؟ حصل طيب؟ ايه اللي حصل؟ ندمان يا احمد؟ ندمان يا شحته؟ والله العظيم ما حصل. والله ما رضي يسمعوا كلامي ولا أقوالي. والله العظيم ما حصل. قاعد انت مظلوم؟ اه مظلوم. واللي معاك مظلومين؟ رجال انت مظلوم. كل واحد يضرب اللي عمله. خلاص الحكم صدر يا ايمان. بعد الاطلاع على المادة 381 فقرة 2 قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة بإجماع الآراء إرسال أوراق قضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية. الله أكبر الله أكبر والله العظيم ما حصل. والله العظيم ما حصل. والله ما رضي يسمعوا كلامي ولا اقوالي. والله العظيم ما حصل. قالوا لي انتوا شغال انتوا ده دكتور ودي محاميه عارفه القانون انتوا دكاتره مع بعض. انت ما والله العظيم. يلا يا جماعة بعد إذنكم يلا يا أساتذة الدور خلص مش مستاهلة بقى خلاص يلا لا خلاص يا أستاذ يلا يا الدور خلص أنا بقول لك يلا يا أستاذ
خلاص الحكم صدر يا ايمان. محدش يتكلم، صور وانت ساكت. ندمانه ندمانه. يحيى العدل يحيى العدل. رجع يا حاجه رجع. هتبادل اسرائيل دلوقتي. هتقول له روحوا ايه؟ هتقول له روحوا ايه؟ الله يرحمه. ها؟ بتعيطي ليه طيب؟ الحمد لله. ها؟ الحمد لله. هتقول له روحوا ايه يا حاجه؟ يحيى العدل. الحمد لله. المتهم قدامك اهو، بتقولي له ايه؟ متهم قدامك بتقولي له ايه؟ ها؟ الحمد لله. بتقولي له ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. متهم قدامك بتقولي له ايه؟ بتقولي له ايه؟ يحيى العدل. عظيم ما حصل قاعد يضربوا فيا. قال لي انت شغال يا ايمان يا ايمان، عايزه تقولي ايه يا ايمان؟ عايزه تقولي ايه يا ايمان؟ يا احمد يا شحته، كلمي يا ايمان. عايز تتكلم تقول حاجه يا شحته؟ قولي اي حاجه. حسن انت ظلمتي اسامه، انت ظلمتي اسامه. يلا يا باشا يلا يا باشا يلا يا عم انت اهو. يا رجاله يلا طلع عايزين نمشي. يلا يا باشا يلا يا باشا النور طفى. يلا يا محسن. بتعمل كان في الموضوع. خليك في الظروف عشان تعمل ايه يعني؟ الجون يلا عشان نمشي. يا امان عايزه تقولي ايه يا امان؟ خلاص الحكم صدر يا ايمان. اعدام يا ايمان. ندمانه ندمانه. ايمان ندمانه ولا ايه؟ دافع عن نفسك يا ايمان. ندمانه تقول ايه؟ حصل طيب؟ ايه اللي حصل؟ ندمان يا احمد، ندمان يا شحته. يا احمد عايز تقول حاجه؟ ونعم الوكيل. ما حدش يقرب ماشي. ولدي بريء. ولدي سيؤدون القصاص العادل على ما اقترفتها ايديهم. بشكر حضرتك. حاجه عندي ربنا ينتقم منك في قعد حاجه عندي. خلاص يا ماما. بس خلاص يا حاجه معلش. فاكر يا يلا يا جماعه. خلاص يا استاذ خلاص. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا ماما. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا حاجه معلش. فوضت امري الى الله. فوضت امري الى الله. والله بصير بالعباد. فوضت امري الى الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. خلاص يا استاذ بقى ولا كلمه. منك لله منك لله. عمل فيك إيه؟ مش عمره ما غلط في حياته غلطة. عمل فيك إيه؟ عمره ما غلط غلطة. عمل فيك إيه؟ أنا واثقة من براءتي. عمره في حياته ما غلط غلطة يا مفتري. خلاص يا حاجه وحيد حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ربنا يصبرك يا حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ابني. انا هاخد خلاص يا استاذ بقى القضاء هيشتغل بقى خلاص. تدعي تقول ايه؟ تدعي تقول ايه؟ ربنا يظهر الحقيقة واعتذر بالله. انت مظلوم؟ مظلوم. واللي معاك مظلومين؟ ماليش دعوة بالله. انت مظلوم. كل واحد أدرى بالله عمله. شفت شفت لا ما كنتش موجود، ولو كنت موجود كنت على الأقل بلغت.
انا قريته زي ما هما بيقولوا. ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك. عايز حاجه عني رب. بعد الاطلاع على الماده 381 فقره 2 قانون الاجراءات الجنائيه، قررت المحكمه باجماع الاراء ارسال اوراق القضيه الى فضيله مفتي الجمهوريه. الله اكبر، الله اكبر.